المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. تحية لكم من الفضائية الإريترية، وفيما يلي نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا اليوم بأسمرة. استعدادات لزراعة القمح في مندفرة وأمن حيلي. انعقاد منتدى شباب الجبهة الشعبية في المملكة العربية السعودية. طالبان تجتاح مقاطعة في أفغانستان وتقتل أكثر من 12 شخصا. شي يتفقد تدريبات عسكرية في بحر الصين الجنوبي، والاتحاد الأوروبي يمدد عقوبات على إيران. السلام عليكم ورحمة الله. عقد مجلس الوزراء جلساته اليوم الجمعة بقاعة هجر بأسمرة لبحث مجالي التعليم والمواصلات والاتصالات والقضايا الإقليمية الراهنة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم 13 من أبريل بقاعة هجر بأسمرة، وبحث المجلس في أولى أجندته الورقة التي قدمها وزير التعليم السيد سمير الرئصام لتقييم الاستثمار الذي جرى في السنوات 26 الماضية لتحقيق خدمات تعليمية جيدة ونتائجها، وكذلك المميزات والقصور، بالإضافة إلى الخطة التعليمية للفترة القادمة. وبينت ورقة وزارة التعليم عن صرف أموال كثيرة وتوظيف موارد عينية وبشرية هائلة لتغيير الخدمات التعليمية المحدودة متدنية الكفاءة في أحد الاستعمار، وبذل جهود كبيرة وتخطي مراحل صعبة لإيصال الخدمات المتوازنة لكافة المجتمع، موضحة عن تحقيق تغيير جذري لضمان حصول المواطنين على حق الخدمات التعليمية. ونتيجة لهذه الجهود، فأن المدارس التي كانت عام 1990 و 1991 من رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والفنية كانت 393 مدرسة، وصلت حاليا لأكثر من 1700 مدرسة. وأن عدد الطلاب الذي كان بداية الاستقلال 168 ألف، بلغ هذا العام الدراسي حوالي 700 ألف طالب. وهذه الأرقام تعكس الجهود المبذولة لضمان توفير التعليم الأساسي، مشيرة إلى أنه نتيجة لجهود توسيع الكليات والمدارس الفنية والمركز الوطني للتدريب المهني قد تم تخريج حوالي 30 ألف طالب بإضافة خريجي هذا العام. وأشارت الورقة إلى أنشطة تطوير السياسات والخطط التعليمية وتنقيحها على مراحل والتغييرات التي حدثت وفوائدها، ومهام تأهيل العاملين في المجال التعليمي وتوفير المستلزمات والتجهيزات التعليمية، موضحة النواقص التي تم حلها والمجالات المحتاجة للتقوية. وأعلمت وزارة التعليم مجلس الوزراء بأن الخطط التعليمية الخمسية من عام 2018 وحتى 2022 الموضوعة استنادا إلى التقييم الجاد الذي ظلت تقوم به منذ عام 2017 وصلت مرحلة الاكتمال. وذكر مجلس الوزراء في المداولات التي أجراها اعتبار تقييم وزارة التعليم أولي ويحتاج للتدقيق والتوسع. وقرر على قيام الوزارة بتقييم دقيق لنوعية التعليم وفعاليته ومجالات عمل القدرات البشرية الموجودة ومساهمتها في التنمية الوطنية، وبموجب ذلك يجب تقديم خطة استراتيجية تبين القدرات البشرية المطلوبة لكافة برامج التنمية والمشاريع لمجلس الوزراء قريبا لمناقشتها. ودعا المجلس لمنح الاهتمام الكبير لتنمية ثقافة العمل والتفاني في العمل بالتوازي مع الخدمات التعليمية. وتناول مجلس الوزراء أجندته الثانية تطورات وتحديات خدمات النقل البري والبحري والجوي. وأوضح وزير المواصلات والاتصالات السيد تسفى سلاسي برهاني في التقرير الذي قدمه، أوضح الجهود المبذولة لتوفير المواصلات بأسعار مناسبة في كافة أرجاء البلاد أظهرت نتائج مشهودة، لكنه يتطلب القيام باستثمار إضافي كبير للوصول إلى مستوى الكفاءة المرجوة. وذكر تقرير الوزارة أن عدد الحافلات كان بداية الاستقلال 257 حافلة، ووصل عددها حاليا حوالي 1800،
وارتفاع شاحنات النقل من 267 لأكثر من 15,000. وأوضح الوزير تسفى سلاسي أنه ورغم النمو الكبير توجد تحديات تحتاج للحل، وقدم تفاصيل البرامج التي يتوجب تنفيذها في الإدارة والتنظيم وتوفير قطع الغيار وبناء محطات المواصلات وضمان السلامة وتطوير الطرق من أجل خدمات مواصلات برية جيدة. وأشار إلى الأعمال المنفذة لتحسين الموانئ والمراسي وبناء مطارات مطار وشرح أوضاع الملاحة البحرية والجوية وخدمات الموانئ والمطار وحل التحديات الموجودة والخطوات التي يتوجب اتخاذها لتطوير هذا القطاع. وقرر مجلس الوزراء بعد النقاشات التي أجراها والتأكيد على أهمية تطوير خدمات المواصلات الداخلية لنمو الاقتصاد والتنمية، قرر على مواصلة قوية لبرامج بناء شبكة الطرق التي تربط جميع مناطق البلاد بالأسواق وتوسيع خدمات المواصلات وخلق أوضاع حصول الشعب على خدمات مواصلات جيدة بأسعار مناسبة، ووضعا في الاعتبار للموقع الاستراتيجي لإريتريا والمميزات التي يمنحها على المستويين الإقليمي والدولي. أوضح المجلس بوجوب النظر للمستقبل وتنفيذ عاجل لتحسين البنية التحتية وربطها مع دول الجوار وتخريج قدرات بشرية بكثافة في مجالات النقل البري والبحري والجوي. وأخيرا بحث مجلس الوزراء الأوضاع السياسية والأمنية للمنطقة والنشاطات الدبلوماسية الموازية. وقيم مجلس الوزراء الأعمال الدبلوماسية الجارية وتطوراتها لخلق علاقات بناءة مع أمريكا والدول الأوروبية وغيرها، وناقش بتوسع تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي حدثت مؤخرا في منطقتنا. وبعد مداولاته بشأن الأوضاع الراهنة في المنطقة، أوضح مجلس الوزراء أن سياسة الحكومة الإريترية الثابتة التي لا تتغير أبدا هي خلق مناخ السلام والتعاون وحسن الجوار بين شعوب المنطقة، وأكد مجددا بأن إيجاد حل جذري للمشاكل الموجودة تستدعي العمل الجاد المشترك مع محبي السلام والتطور. تجري الاستعدادات لزراعة القمح المحسن بالزراعة الجماعية في مديريتي مندفرة ومنحيلي بالإقليم الجنوبي. وأشار خبراء الزراعة إن العمل يجري بتعاون وزارة الزراعة وشركائها ومشاركة حوالي 300 مزارع يقومون بتمهيد أراضيهم الزراعية في قريتي كدوفلاسي وقرمخل بدءا من 2 إبريل. وأعرب المزارعون عن أملهم في أن تسهم الأنشطة التي يقومون بها في رفع الإنتاج الزراعي، مؤكدين تطبيق إرشادات خبراء الزراعة. وقد تم اختبار بذور القمح المحسن المعروفة بسدرة من قبل 18 مزارعا العام الماضي في مديريتي منحيلي ومندفرة، وحققت إنتاجا بلغ أكثر من 20 جوالا من الهكتار الواحد. افتتح في مدينة جدة منتدى شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة واسعة. حضر مناسبة الافتتاح مسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يمان قبرآب، وسفير إريتريا لدى المملكة السيد محمد عمر محمود، وقناصل إريتريا في مدينتي الرياض وجدة، ومسؤولي مختلف المنظمات الجماهيرية. وقال سفير إريتريا في المملكة العربية السعودية السيد محمد عمر محمود في مناسبة الافتتاح إن إريتريا تعمل جاهدة لسلام واستقرار المنطقة والعالم وعيش شعوب الجوار بسلام ووئام. وأوضح الدور الشبابي لتنمية وتطور البلاد وضمان استمراريتها ودعم برامج التنمية والتصدي. وشهدت المناسبة مختلف المناشط والفعاليات الثقافية والفنية التي أحياها طلاب المدرسة العالمية في جدة والفنانين الإريتريين. أعلن الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم القاشبركة العمل لاستفادة شباب المناطق النائية من برامج الاتحاد، ويعمل الاتحاد بإدخال التأطير والتنظيم على مستوى الضواحي وتمهيد الأرضية لتطوير قدرات الشباب وتعزيز مساهمتهم في التنمية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة. وقال مدير المكتب المركزي للاتحاد الوطني للشباب والطلبة سيد عقباي برهي في الكلمة التي ألقاها إن الأنشطة السياسية والتنظيمية والمهنية الموجهة للشباب يجب قياسها بالعمل والوعي والمساهمة، داعيا العمل المنسق لترسيخ ثقافة العمل في الشباب
وتقوية العمل الجماعي وإدخال التنظيم المتوازن. سيداتي سادتي، نتوقف مع فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة الأخبار. قال مسؤول بالشرطة الأفغانية إن مسلحي حركة طالبان سيطروا على مقاطعة في إقليم غزنة وقتلوا أكثر من 12 شخصا بينهم حاكم المنطقة ثم انسحبوا. وكانت مقاطعة خواجة عمري في غزنة تعد من أكثر المناطق أمنا بالإقليم. وقال رمضان علي محسني نائب رئيس الشرطة في غزنة إن المسلحين قتلوا حاكم المنطقة علي دوسة شمس وحراسه الشخصيين و7 من رجال الشرطة و5 من عناصر المخابرات الحكومية. وأضاف أن مسلحي طالبان أحرقوا بعد ذلك مقر حاكم المنطقة. وفي وقت لاحق غادر مسلحو الحركة مقر الحاكم وعادت قوات الأمن الحكومية. وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في بيان إن 20 شرطيا قتلوا في هذا الهجوم. أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على ضرورة بناء قوات بحرية قوية بشكل عاجل خلال تفقده في زيارة مفاجئة التدريبات التي تقوم بها البحرية الصينية في مياه بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها بحسب ما أورد الإعلام الرسمي، فيما تستعد البلاد لتدريبات بالذخيرة الحية. وأصبحت المنطقة نقطة ساخنة، إذ تقول الولايات المتحدة إن نشاطات الصين فيها تشكل تهديدا على حرية الإبحار في المياه المهمة استراتيجيا. وفي كلمة للجنود قال شي إن مهمة الصين في بناء قوات بحرية قوية أصبحت الآن ملحة أكثر من أي وقت مضى. وتأتي زيارته فيما تستعرض واشنطن عضلاتها في المنطقة، حيث قدمت حاملة الطائرات الأمريكية ثيودور روزفلت عرضا لأعضاء الحكومة الفلبينية. وتشارك في التدريبات 48 سفينة حربية و76 مقاتلة وأكثر من 10,000 من عناصر البحرية. وجرت في مكان لم يتم الكشف عنه بحسب صحيفة مرتبطة بالجيش الصيني. قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على إيران لمدة عام، في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد لصدام حول فرض مجموعة جديدة من العقوبات على أمل الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع الجمهورية الإسلامية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه انتقادات شديدة للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى العالمية وإيران، وحدد مهلة تنتهي في 12 من مايو المقبل لإصلاح الاتفاق، وهدد بعدم تمديد رفع العقوبات الأمريكية على طهران. ويسعى التكتل لحماية الاتفاق الذي وافقت طهران بمقتضاه على الحد من طموحاتها النووية لمدة لا تقل عن 10 سنوات، لكن أعضاؤه مختلفون حول كيفية تحقيق ذلك. وكان الاتحاد ألغى العقوبات الاقتصادية والمالية الأشمل على إيران في 2016 بعد التوصل للاتفاق النووي. حلل علماء يابانيون حقولا ضخمة من المعادن النادرة في قعر المحيط الهادئ، مشيرين إلى أنها قد تكفي لتأمين الاستهلاك العالمي لبعض هذه المعادن على مدى قرون. وأفادت الدراسة أن الحقول التي تم اكتشافها في 2013 قد تحوي أكثر من 16 مليون طن من هذه المعادن الثمينة المستخدمة في صناعة التكنولوجيا المتطورة، مثل الطواحين الهوائية والهواتف الذكية. وتقع الحقول في منطقة واسعة تمتد على مساحة 2500 كيلومتر مربع قرب جزيرة مينامي توريشيما الواقع على بعد حوالي 2000 كيلومتر جنوب شرقي طوكيو. وكان علماء شارك بعضهم في الدراسة الجديدة استخلصوا بعد أبحاث سابقة جرت في المنطقة نفسها وجود حوالي 6.8 مليون طن من المعادن النادرة. وتعتبر هذه الاستخلاصات خبرا سارا لليابان التي تستورد حاليا 90% من حاجاتها من هذه المعادن الأساسية لصناعتها من الصين، التي تؤمن الإنتاج العالمي للمعادن الثمينة بشكل شبه كامل. سيداتي سادتي، أخبار الرياضة بعد هذا الفاصل.